السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني كتير. معاكم هبة رشوان. الصنف اللي احنا هنعمله النهاردة كرواسون رولز أو نيويورك رولز. الصنف ده منتشر ترند الأيام دي وسعره غالي جدا بره. هتعمليه ببيتك بمقادير بسيطة، مش هياخد منك حاجة وهيبقى أحسن كمان من بره. تعالوا معانا نشوف هنعمله ازاي. أنا هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالمقادير. أهم حاجة في الصنف ده عشان ينجح معايا يبقى عندي ميزان. عندي 550 جرام دقيق نخلاه، وحطيت عليه 3 معالق كبيرة سكر أو 60 جرام، معلقة كبيرة خميرة 10 جرام، معلقة صغيرة ملح. أهم حاجة عندي الميزان. الميزان هيظبط لي الصنف ده جدا. هقلب الخليط كويس وهنزل بحوالي 160 ملي مية، وهنزل ب100 ملي حليب حوالي نص كوباية، ومعلقة عسل نحل. لو ما عندكيش عسل نحل يبقى عسل شربات تقيل، بس أهم حاجة يكون تقيل. وهعجن الخليط كله. عايزة تعجنيه على ايديكي مفيش أي مشكلة. الخليط معايا جامد، مش هحط أي مية ولا أي سوائل. هعجنه كويس. العجينة عندي جامدة. أثناء العجن هنزل بحوالي 50 جرام زبدة طرية، حوالي معلقتين كبار زبدة، وهعجن العجينة كويس. ما عندكيش عجان عجيني بإيديكي، مش هيحصل أي حاجة. أنا عجنت هنا العجينة ابتدت تطرى معايا شوية، وحتى لو جامدة ما تحطيش أي سوائل معاكي. العجينة عندي اهي جاهزة وبقت ناعمة. العجينة عندي هنا هسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. هغطيها بكيس نايلون واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. وتعالوا للخطوة التانية، خطوة الزبدة. انا عندي هنا زبدة توريق. لو عندك زبدة توريق ماشي، جنة ماشي، فرن ماشي، اي نوع زبدة، بس هتختلف في التبنيط بتاع العجينة. انا عندي هنا زبدة توريق على زبدة فرن. هبتدي افرد الزبدة في كيس نايلون. طبعا يا ريت تكون لينة شوية عشان تتفرد معايا. هنا حوالي ربع كيلو زبدة. هفردها في الكيس بالشكل دوت. هفرد الزبدة معايا على شكل مربع، الطول 20 والعرض 20، وهشيلها في الفريزر. هنحل مع بعض مشكلة الفرم الاستانلس. الفرم دي غالية جدا في السوق. انا جبت هنا دوسي كرتون من المكتبة تقريبا بجنيه، وهقطعه كله بالطول. بس عايزة العرض، انا لازم اعمل يبقى فورمة عندي مدورة. انا دي الفورمة دي حوالي 12 سنتي القطر بتاعها. انا عايزة الارتفاع بتاع الفورمة يكون 4 سنتي. هعملها بالشكل ده وهدبسها بالدباسة وهغلفها بالورق الفويل، ويبقى كده حليت مشكلة الفرم الاستانلس الغالية. وهعمل كذا واحدة، وبصراحة كانت سهلة جدا ما فيهاش اي تعقيدات. رجعت للعجينة بعد ما ارتاحت. هفرد رشة دقيق على الرخامة وابتدي افرد العجينة بشكل مستطيل. هفردها كويس بالشكل ده. هرش طبق فيه دقيق، واحطها في طبق عندي واحطها في التلاجة ترتاح. اغطي العجينة ببلاستيك فيل واسيبها ترتاح حوالي ساعة في التلاجة. هنا العجينة بعد ما ارتاحت ساعة في التلاجة، هطلعها من التلاجة وابتدي افردها مستطيل عشان اضيف الزبدة فيها. شايفين العجينة ابتدت تخمر؟ وابتدي افردها بالشكل ده وبالراحة جدا وانا بفردها عشان ما تتقطعش معايا. مش بتكة بالمردانة قوي عليها، بسايس في العجينة خالص بالشكل ده. هنا فردت العجينة مستطيل حوالي طوله 40 والعرض 20، بس أنا فردته بالنظر عادي مفيش أي مشكلة. حطيت الزبدة في نص العجينة
وهحاول اقفل العجينة على الزبدة. انا هنا بقفل على الزبدة كويس، بجيب العجينة يمين وشمال بالشكل ده وهقفل كويس بينهم. واهم حاجة العجينة بتاعتي ما يكونش فيها دقيق عشان ما تقطعليش العجينة. انا كده مسحت العجينة بالفرشة وقفلت العجينة كويس على الزبدة بالشكل ده. كده عندي انا قلبت العجينة للجنب التاني، وبالمردنة او بالنشابة هبتدي افرد بالراحة جدا عشان ما خرجش الزبدة بره العجينة. كده بالشكل دوت بمنتهى يعني ما تضغطيش جامد على العجينة، هفرد بالراحة بالشكل ده. عايزة ايديكي تبقى حنينة جدا في الفرد، ولو حسيتي ان العجينة بتلزق هترشيها دقيق بسيط وتاخدي الدقيق بالفرشة، يعني ما يبقاش لازق، يعني كمية الدقيق ما تبقاش كتيرة. هبتدي افرد بالشكل ده مستطيل. بجد هي خطوات طويلة وانا سبت الفيديو كله بس جريت منه حاجات كتير، بس الخطوات عندكم واضحة جدا. انا فردت العجينة بالشكل ده، هبتدي مرحلة التبنيط. هنا حسيت ان العجينة بتلزق معايا شوية، هرش عليها دقيق، ودقيق بسيطة، رشة دقيق بسيطة بالشكل ده، وهبنط معاكم العجينة. هنا هبنط العجينة، هجيب الطرف يمين وطرف شمال بالشكل ده، وهبتدي اقلب العجينة. انا كده بنطها ادي تبنيطة، هقوم تانيها تاني على بعضها كده، ادي كده اتنين. طبعا الزبدة لو عندك زبدة تبنيط هتريحك في العجينة، لكن انا هبتدي ابنط على طول. الزبدة عندي لسه جامدة بالشكل ده، قلبت العجينة وهبتدي افرد تاني، هفرد مستطيل تاني. كل فردة العجينة حسيت اللي هي بتلزق هرش دقيق من تحتها ومن فوق بالشكل دوت عشان ما تلزقش معايا، وبفرد برضو بمنتهى الحنية على العجينة. فردتها بالطول بالشكل ده، هبنطها كمان تبنطين. طريقة العجينة دي زي عجينة الملفيه، بس بصراحة سهلة وما فيهاش اي تعقيدات، يعني ما تستصعبهاش خالص لانها سهلة والنتيجة مرضية جدا. انا كده هفردها بسيط خالص وهبتدي اريحها حوالي نص ساعة تاني. انا كده بنطها حوالي 4 تبنيطات وبمنتهى السهولة، ممكن تشتغلي بيها على طول. لو الزبدة بتاعت التوريق اشتغلي بيها على طول، لكن انا هنا هريحها حوالي نص ساعة في التلاجة وهرجع فردها تاني. كده بعد ما ارتاحت نص ساعة هفردها مستطيل. طبعا وانا بفرد العجينة حسيت ان العجينة بتلزق معايا، هرش دقيق وافرد تاني بالشكل ده. انا هنا وانا بفرد عايزة العرض عندي يكون 40 والطول 60. هحاول افرد العجينة لحد ما اجيب المقاس المظبوط. هنا بقيس عشان اعرف هقطع قد ايه والمقاس عندي يبقى متساوي. انا هنا العرض 40 والطول 60. هبتدي الف معايا العجينة، وعندي العجينة كلها متساوية، مفيش حتة عالية وحتة واطية. هبتدي اجي في اول حرف، ابتدي الفها زي الصلصول او السينابون بالشكل دوت. اهم حاجة اللفة تكون يعني متماسكة، يعني ما تبقاش مهوية او فيها فراغ. هبتدي الف بالشكل ده. هاجي في اخر العجينة
هدهن العجينة مية عشان تلزق معايا اخر طرف. فرشة بالمية بالشكل ده وابرمها للاخر. انا كده برمت العجينة وكلها متساوية بالشكل ده. هجيب بلاستيك فيلم والف بيها العجينة واشيلها في الفريزر حوالي نص ساعة او ساعة زي ما تحبي، حتى عشان الزبدة اللي عندي مش زبدة توريق، يعني نصها ونصها، فهخاف على الزبدة تطلع منها. فانا كده برمتها في بلاستيك فيلم واحطها في الفريزر او في التلاجة. انا هنا طلعت العجينة من الفريزر وابتدي اقيس بالمسطرة عندي عرض العجينة. انا عاملة عرض قطر 4 سنتي، هقيس العجينة 3 سنتي عشان لسه العجينة هتخمر بالشكل ده. هعمل علامات على 3 سنتي. هعمل كل العجينة بالعلامات دي بالشكل ده وابتدي اقطعها بالسكينة او بخيط تخين. انا هنا قطعتها بخيط تخين بالشكل ده. وده شكل العجينة معايا. هقطع كل الكمية وارجع لكم تاني. هنا عندي كل الكمية بعد ما قطعتها بالشكل ده. هبتدي اجيب صاج عليه ورقة زبدة وابتدي اجيب الطيات اللي انا عملتها، هحطهم الاول بعيد عن بعض كده وابتدي احط الطيات عليهم. احاول اوصل العجينة في نص الطاية ما خليهاش لازقة فيها بالشكل ده. انا هنا خلصت كل الكمية. هجيب كيس نايلون واحطه على العجينة واحط صاج تاني على العجين على الكيس النايلون واغطيها باي فوطة تخمر حوالي نص ساعة. بعد ما اختمر العجين شلت الكيس النايلون وحطيت عليه الصاج نفسه وحطيته في فرن درجة حرارته 180 في الرف اللي في النص. والخطوة دي اتمسحت مني ازاي مش عارفة. هنا بعد ما سويت من تحت كل ده والصاج فوق عشان ما يرتفعش اكتر من القطر بتاع الدايرة بتاعتنا الطارة بتاعتنا. انا هنا استوى من تحت. هبتدي اقلبه بالشكل ده وبعد ما اقلبه هدخله من غير الصاج عادي خالص. ده شكله. ودي بواقي العجينة عملتها في ورق كب كيك. بجد الطعم هايل، كان تحفة تحفة، وهو سادة كمان طعمه جميل جدا. ده بعد ما استوى بجد هايل واتمنى تجربوه. هنا هنيجي للحشوة. معايا نص لتر حليب ومعايا كيس فانيليا وحوالي 4 معالق سكر وحوالي بيضتين وعندي كاستر. انا اخدت الحليب وحطيت عليه معلقتين سكر والمعلقتين التانيين حطيتهم في بولة وعليهم معلقتين كاستر واحط معاهم البيضتين وحطيت الحليب على النار يسخن. حطيت البيضتين على الكاستر وعلى السكر واحط فانيليا واقلب الخليط مع بعضه وهنزل باللبن السخن عليه بالشكل ده
وهقلبه كويس. هنا اخدت الخليط كله على النار بالشكل ده تاني، وهقلبه كويس لحد ما القوام بتاعه يتقل بالشكل ده. هحط قطعة زبدة حوالي معلقة وهقلب. انا هنا قسمت الخليط على 2، حطيت على نص الخليط معلقة نوتيلا وهقلبها. كده الخليط عندي جاهز للحشو، جزء بالنوتيلا وجزء سادة. حطيت عليه اكياس عشان ما يعملش وش ويجمد. هبتدي اخد واحدة الكرواسون اعمل فيها ثقب من فوق. عندي بعصاية الشيش طاووق بالشكل ده، عملت ثقبين جنب بعض. احاول اوسعها شوية وده شكله. وعندي قمع هنا هبتدي احشي القطع الكرواسون زي ما بحب، جزء بالشوكولاتة وجزء سادة. وهنا بعد ما حشيت الكمية، وبصراحة خليت جزء سادة طعمه حلو جدا وهو سادة. عندي شوكولاتة ونوتيلا وشوكولاتة بيضة، سيحتهم وحطيتهم في اكياس تلاجة عادية، وهبتدي ازين الوش بالشكل ده. وده الشكل النهائي للكرواسون بعد ما خلص. بجد صنف هايل، اتمنى تعملوه وتنفذوه، وسهل مفهوش اي حاجة، وبسعر مش غالي زي بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وصفات جاية كتير.